بسم الله الرحمن الرحيم. معنا اليوم طالبة لميس ناصر، أحد أعضاء مبادرة فرق حرف لطلاب كلية إعلام جامعة القاهرة، وهي مبادرة بتشرح الفرق بين فومو وزومو. للتعرف أكثر بنسأل لميس ناصر عضوة فريق المبادرة توضح لنا إيه هي المبادرة. ممكن تشرحيها لنا؟ اهلا بحضرتك. المبادرة بتاعتنا هو كامبين او حملة توعوية اجتماعية باسم فرق حرف. احنا طلبة في رابعة اعلام انجليش جامعة القاهرة. ايه هو الحرف؟ احنا بنتكلم ان فرق حرف واحد هيغير حياتك ازاي. الحرف ده الفرق بين فومو اللي هو الفير اوف ماسنج اوت او الخوف من تفويت الاحداث والفرص. اما الجومو الجوي اوف ماسنج اوت هو الاستمتاع والراحة والرضا بفكرة تفويت الاحداث والفرص. ازاي انه احنا دلوقتي في العالم السريع وفي السوشيال ميديا والانفلونسرز والكلام ده كله، في ناس بتشتري كتير جدا، في ناس بتهلك نفسها بين دراسة وشغل وتمرين، وان هي بتحاول تلاحق كل حاجة وتعمل كل حاجة ترندي. ده طبعا مش صح، وده ليه آثار نفسية واجتماعية واقتصادية كمان كتيرة. فاحنا بنتكلم عن كل الآثار دي، ومن جانب نفسي اكتر بنوضح ازاي الانسان بالذات الشباب ان هم يحولوا من ان هم دايما بيجروا ورا حاجات، ان هم يكونوا مرتاحين وراضيين اللي هم فيه بدون اي مطاردة لحاجات وهمية وسعادة وهمية. طب مين أعضاء الفريق ومين الدكتورة المشرفة؟ احنا 19 طالب وطالبة. 17 بنت وولدين. الدكتورة المشرفة دكتور هدى صلاح، ومعانا المعيدة أستاذة منى ماهر. شكرا أستاذة لميس. شكرا.